بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زالت الأخبار تتواصل. وصلى على النبي وزماننا هيفوز في الشمال والكاس. اعملوا لايك وصلوا على النبي زي ما آدم بيقول لكم. اقعد بقى هناك. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. النادي الأهلي فيه أخبار، في مستجدات. الزمالك نفس الأمر. كل اللي عليك اللايك، الاشتراك في القناة، ترزع اللايك وترزع الاشتراك في القناة، وقبل دول تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. مطر في شهر 7 عمرها ما حصلت. عمرنا ما شفنا، يعني أنا بقالي 37 سنة عمرنا ما شفنا مطر في شهر يوليو. مطر أمطار الخير. المطر خير، المطر دايما خير. فما أجمل حبات المطر وهي تتساقط النهاردة في الشوارع المصرية. أمطار خير، لكن حاجة غريبة، مطر في عز الصيف، مطر في شهر 7، دي ما شفناهاش قبل كده. طيب الأول كده صلي على حبيبك محمد. تعال بقى نخش في موضوعنا. نبدأ بالزمالك، نبدأ بأخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي يانيك فيريرا معاه 4 مساعدين أجانب، مدرب حراس مرمى، مدرب مساعد، مدرب أحمال، مدرب لياقة بدنية، مش عارف ايه، ومحلل أداء، يعني معاه 4 مساعدين أجانب. ويانيك فيريرا ماضي مدة عقده مع الزمالك موسمين. مدرب بلجيكي، كان بيدرب الفتح السعودي، كان بيدرب الرياض السعودي، كان بيدرب في بلجيكا ستاندر ليج البلجيكي، كان بيدرب في كذا نادي. يعني تقريبا ألقابه اللي حققها هو مدرب 5 ألقاب تقريبا يعني. طيب الراجل ده سنه 44 سنة، ماضي 2 مع الزمالك موسمين. هيصل القاهرة غدا الأربعاء. يانيك فيريرا يصل هو والمساعدين اللي معاه. هيكون معاه في الجهاز مساعد مصري فقط، والأقرب حتى اللحظة حازم إمام الصغير. طيب مفيش منصب مدير كورة في الجهاز الفني الجديد للزمالك. تاني، مفيش منصب مدير كورة في الجهاز الفني الجديد في الزمالك. لغوا المنصب ده، جون ادوارد لغاه، قال لك ملوش لازمة. يعني حلقة الوصل هتكون بين المدير الفني اللي هو يانيك فيريرا ومجلس الإدارة برئاسة حسين اسمه لبيب. هيكون حلقة الوصل هو جون ادوارد بس، اللي هو المدير الرياضي ومدير التعاقدات. ميدو خلاص رجع بعد ما لجنة التخطيط دي فشلت. حازم امام وميدو والجنايني رجع تاني فين؟ لقناة النهار. لقناة المحور تقريبا، مش عارف النهار ولا المحور. المهم هيقدم، كان بيقدم اوضه اللبس تقريبا اسم البرنامج بتاعه. فخلاص هيرجع يقدم البرنامج بتاعه وهيتجه للتوك شو، البرنامج الرياضي بتاعه. وكده فكوا من موضوع الزمالك ده بالنسبة لميدو. فميدو خلصت مهمته خلاص. جون ادوارد جه خلص عليهم على ميدو وحازم والجناين لجنة التخطيط. طيب ده بالنسبة لأحمد حسام ميدو ولجنة التخطيط. صفقات الزمالك حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي 1 يوليو 2025 الزمالك لم ينهي إلا صفقة أحمد شريف فقط، اللي هو مهاجم فاركو أحمد شريف. الكلام إن جون إدوارد محضر كتيبة صفقات محلية وأجنبية، ومحضرها للراجل، بس مستنيه لما يوصل مصر بكرة ويقعدوا معاه ويقدموه للإعلام
ويتم بشكل رسمي، يبدأ بقى يتكلم معاه في الصفقات ويعرض عليه ملف الصفقات. لأن الراجل جديد وما دربش قبل كده في الدوري المصري، أول مرة يجي، وأول مرة خد بالك في تاريخ الزمالك ما حصلتش قبل كده إنه يتجه للمدرسة البلجيكية. يعني الزمالك عمره ما جاب مدير فني بلجيكي. أول مرة في التاريخ يجي نادي الزمالك مدرب بلجيكي. فهنشوف المدرسة البلجيكية هتعمل ايه مع الزمالك الموسم القادم. صفقات زي ما قلت لك لسه، يعني كلام ان جون ادوارد بيخلص، فهنشوف. حمزة علاء الى البرتغال. الناس اللي كانت بتقول زمالك والكلام ده، حمزة علاء خلاص هيتعاقد مع نادي برتغالي، وهو قال في البيان احتراما لجمهور الاهلي مش هروح الغريم التقليدي او المنافس التقليدي الزمالك. حمزة علاء ربنا يوفقه في رحلته الاحترافية القادمة في البرتغال. طيب تعالى صلي على حبيبك محمد واعمل اللايك والاشتراك في القناة. بفكرك تاني، تعالى بقى لأخبار النادي الأهلي. هنا بقى إبراهيم فايق، مدحت شلبي زي ما قلت لك، سيف زاهر، مهيب عبد الهادي بيفجروا مفاجآت مدوية بخصوص النادي الأهلي. ريبيرو والكابتن محمود الخطيب في اجتماعات متواصلة ومستمرة، اجتماعات متواصلة ومستمرة بين ريبيرو وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. في ايه؟ في اللعيبة الراحلة، في الصفقات دول ملفين شائكين جدا في النادي الأهلي، وجمهور الأهلي كله ينتظر ما هو الجديد في ملف الصفقات، لأن الأهلي محتاج صفقات. وبطولة كأس العالم للأندية اللي شارك فيها النادي الأهلي كشفت ثغرات في فرقة، ثغرات فنية جوه فرقة النادي الأهلي، في الدفاع، في الظهير الأيسر، في الظهير الأيمن. دول أبرز المراكز اللي الأهلي محتاج فيها تدعيم. بنفهم في الكرة على قدنا شوية. يعني مركز الظهير الأيمن جمهور الأهلي زعلان منه جدا ومحتاج فيه لاعب. الظهير الأيسر نفس القصة، الدفاع نفس القصة، مش عايز أقول لك حراسة المرمى كمان. بس يعني محمد الشناوي ومصطفى شوبير قلنا رأينا كتير في القصة دي. أنا شايف وجهة نظري مصطفى شوبير، يعني هي دي سنة الحياة. محمد الشناوي فترات كان عملاق، لكن مصطفى شوبير خلاص بيتهيألي دي فترته. احنا شفنا امبارح صدى من ياسين بونو المغربي العملاق. انا بيتهيألي ده احسن حارس في العالم، تهيألي كده وجهة نظري. صدى خلت الهلال السعودي ياخد 34 مليون دولار، وصدى من الشناوي، وعدم صدى من الشناوي خرجت الاهلي من كاس العالم للانديه. ففي تفاصيل بسيطه. فالنادي الاهلي محتاج في الظهير الايسر، في الظهير الايمن، في الدفاع، مش عايز اقول لك في حراسه المرمى، بس الاهلي جاب سيحه وعنده مصطفى شوبير وعنده محمد الشناوي. فموضوع حراسه المرمى والتدعيم فيها هيبقى مستحيل يعني. لكن الدفاع الاهلي راح لمحمود الجزار، مدافع البنك الاهلي، وراح لحسام عبد المجيد. هيخلصوا ازاي ده؟ لانه مرتبط بعقد مع الزمالك. لكن في انباء بتقول ان في جلسات مكثفه، جلسات سريه بتتعمل بين مسؤولي الاهلي ومدافع الزمالك. تقريبا كوبري ابراهيم عادل قرب انه يخلص. الله اكبر، الله اعظم صدرك يا رب. ننتظر الاذان وبعد كده هنكمل مفاجأتين مدويتين. اقعد يا بابا، اقعد. الله اكبر، الله اعظم صدرك يا رب.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أمشي. الله أكبر، الله أعظم. سترك يا رب، سترك يا رب. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. إبراهيم عادل الكوبري بتاعه بيطبخ على نار هادئة في سويسرا. في سويسرا، النادي نفس النادي اللي خد القندوسي. دي ضربة معلم بجد. انا قلت لك لما الاهلي بيحط لاعب في دماغه هيجيبه. بيراميدز موافق بشرط ياخد 5 مليون يورو، والنادي موافق هيدفع له. وحسام عبد المجيد دول ضربتين في الجول. سلام عليكم.